في الفيديو النهارده هخليك تحسب لنفسك كمية المية اللي جسمك محتاجها في اليوم. خلي بالك ان النقطة دي مهمة قوي، كمية المية اللي محتاجها جسمك في اليوم لو انت دخلتها بكمية اقل هيحصل لك مشاكل، لو دخلتها بكمية اكبر هيحصل لك مشاكل. ففي الفيديو النهارده هخليك تحسب لنفسك انت كمية المية اللي جسمك عايزها. طيب كلنا عارفين أهمية المية، أنا اتكلمت في فيديوهات قبل كده عن أهمية المية في أكتر من فيديو، لو قعدت أتكلم عن فوائد المية لمدة ساعة مش هخلص. المية بتشكل 70% من جسمك، المية مش أوبشن إنك تشربها وما تشربهاش، المية لازم تشربها لو أنت شخص رياضي أو غير رياضي. أغلبية الكباتن لما تيجي تتكلم عن موضوع المية ده بالذات تقول لك من 3 ل 4 لتر مية في اليوم، الكلام ده مش مظبوط بنسبة 100%. اقول لك ليه. في ناس دلوقتي لو شربت 4 لتر ميه في اليوم ممكن يحصل لها هايبونتريميا او تسمم مائي. التسمم المائي ده معناه ان الصوديوم نقص في الدم. التسمم المائي ده حاجه خطر جدا، بيؤدي لغيبوبه وممكن يؤدي في حالات للوفاه. طيب عشان نتجنب الكلام ده كله ونحسب لنفسنا الكميه المظبوطه، احنا جسمنا محتاج 30 ملي ميه في اليوم لكل كيلو جرام من وزننا. بص على المعادله دي كده، لو واحد وزنه 80 كيلو هنضرب 80 كيلو في 30 وهنقسمهم على 1000، ده كده هيدينا 2.4 لتر ميه في اليوم. ده الحد الادنى، ده لو شخص مش رياضي. انت لو شخص رياضي محتاج كميه ميه اكبر من الشخص العادي، عشان انت بتبذل مجهود، بتطلع عرق، بتطلع وبتفقد سوائل وبتفقد مينرالز والكترولايز، فانت محتاج كميه ميه اعلى. فدي هنحسبها ازاي؟ هتزود على الناتج ده 1 لتر بس هتشربه في وسط التمرين. يعني انت دلوقتي لو واحد وزنك 80 كيلو وشخص رياضي كده انت محتاج 3.4 لتر ميه في اليوم، ده كحد ادنى. طيب دلوقتي احنا عرفنا الحد الادنى لشرب الميه، نعرف بقى الحد الاقصى اللي ما ينفعش نعديه، وده للشخص الرياضي او غير رياضي. هنضرب النتيجه اللي طلعت لنا في اول معادله خالص اللي هي 2.4 لتر في 2 هيطلع لنا 4.8 لتر، ده كده الحد الاقصى لو انت شخص رياضي او غير رياضي. يعني ال 4.8 لتر دي جواها اللتر بتاع التمرين بتاع المعادله الثانيه او الخطوه الثانيه، فانت ما تزودش على 4.8 دي لتر تاني. طيب سؤال تاني بيتسال برضو كتير، انا لو دلوقتي لو شربت قهوه وشاي وعصاير وكلت فواكه فيها ميه وخضروات فيها ميه، هل احسب الميه دي؟ لا، ما تحسبش الكلام ده خالص. الميه ميه، لو انت جسمك محتاج 3 لتر ميه، 3 لتر ميه تدخلهم، مالكش دعوه بقى بالعصاير والفواكه والخضروات والشاي والقهوه والكلام ده كله، تدخل 3 لتر ميه. كده اكون خلصت حلقه النهارده. ما تنساش تشترك في القناه لو مش مشترك، فعل الجرس عشان اول ما انزل فيديو يوصل لك، اللايك، الشير، واكتب لي كومنت تحت قول لي سؤالك. اشوفك الحلقه الجايه، سلام.